نخرج عن الموضوع، وانت بديت الى موضوع سياسي حولتنا به وما لنا علاقه بباقي الدول. احنا نتكلم عن بلدنا. في احنا الموضوع اللي كان بالمؤتمر وزراء الاعلام نعم. هو الارهاب ودور الاعلام في مكافحه الارهاب. نعم. الارهاب المصدر الرئيسي له هو في الحقيقه أن تسمي بلدا معينا محتلا. الآن الانتحاريين الذين يأتون إلى العراق يأتون بخديعة أنه هم جايين للتحرير. نعم. الحقيقة يفجر نفسه في الجامع ويعتقد نعم. أنه يحرر. نعم. يفجر نفسه في السوق ويعتقد أنه يحرر. طيب. هذا الموضوع، هذه الخديعة اللي يتم بها خديعة كثير من المضللين والمجيء بهم إلى العراق وشحنهم بمواد متفجرة أو إلباسهم أحمال مناصفة. هذا في الحقيقة هذا مو الإعلام قال. لا، الإعلام هاي حقيقة الواقع الموجودة على أرض العراق. دخول قوات أمريكية بالقوة إلى دولة دخول قوات أمريكية إلى دولة. انتهى الموضوع. هذا الموضوع. أستاذة سوسن لا تسمعني. أستاذ علي خلينا نشرك الأستاذة سوسن. أستاذة سوسن أنت حضرتي جلسات الاجتماع اللي حصل في جامعة الدول العربية وتوصلتوا إلى بيان. الحقيقة يا ريت لو تحكي لنا على البيان بما يهدى الأستاذ علي. هو الاجتماع كان استثنائي. نعم. لمناقشة بند واحد فقط، وهو إنشاء مفوضية للإعلام. لكن تم إدراج، جاء موضوع قرار الكونجرس الأمريكي، مشروع قرار وليس قرار بعد، وهو إدراج الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات التي تبث لبعض القنوات بأنها تبث الإرهاب وتقوم بنشر الإرهاب والعنف. نعم. هذا القرار تم إدراجه، هذا البند تم إدراجه على جدول الأعمال، إضافة لبند ثالث قدمته اليمن يتعلق بمسألة مواجهة إسرائيل في تهويد القدس وما تتعرض له القدس. نعم. من حملات تهويد. نعم. تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة في الموضوعات الثلاث. هي بالنسبة لموضوع إنشاء المفوضية تم إحالتها، يعني من حيث المبدأ لا أحد يرفض إنشاء المفوضية، ولكن دائما الجديد يواجه في المنطقة العربية بحالة من الشك والسيولة، إنه ممكن قد يكون مؤامرة، قد يكون لتقييد حريات، قد يكون هذه المفوضية عصا أو رقيب كما ذكر الأمين العام، ولكن هي لتنظيم العمل العربي المشترك واستخدام هذه المفوضية في جمع طاقات وحشد الطاقات كل الدول العربية مجتمعة كي تقوم بعملها المشترك في خدمة قضاياها العربية، في قضية فلسطين، في حوار الحضارات، في القضايا المسيئة للعرب والمسلمين، تصحيح الصورة، في الثقافة، حماية الثقافة العربية. لها دور ومهام كثيرة. يمكن الأستاذ علي يشركني يعني يا ريت لو اسمع استاذ، انتم رفضتم هذا مشروع القرار الامريكي بالتدخل بالاقمار طبعا في المجتمع. طبعا هو كان من جمله كلامنا انه احنا لا ينبغي ان نسمح ان نتصرف بطريقه بحيث نترك للاخرين ذريعه للتدخل في وضعنا. نعم. كان لابد علينا من الاول، نحن كنا نتابع هذا الموضوع كعراقيين من البدايه، وكنا نقول دائما أن هناك فضائيات لا تبث ولا مادة إعلامية واحدة، تبث فقط كيفية صناعة المتفجرات، كيفية لبس الأحزمة. لا يمكن أن تكون هذه مادة إعلامية، لا يمكن في أي بلد من بلدان العالم. فلذلك كنا نعترض على مثل هذه الفضائيات وكنا ندعو إلى وضع حد لها. كان الجميع يعتقد بأنهم بما أن العراق هو فقط الذي يعاني، فإذا نحن في منأى من هذا الخطر. ولكن الآن الخطر أصبح داهم على الجميع، ولذلك أصبح هناك تحرك جمعي وإجماعي من كافة وزراء الإعلام العرب على ضرورة وضع حد لمثل هذا العمل. ولهذا أنا أعتقد الفترة اللاحقة ستشاهدون مجموعة من القرارات الصارمة باتجاه القنوات التي تتجاوز في هذا. كما أنه هناك عقود بين، يعني تم اليوم الحديث عنها في الاجتماع التشاوري، أن هناك عقود بين القمر الصناعي. يعني الآن أنتم البغدادية مثلا عندها عقد مع القمر النايل سات أو العرب سات أو أي قمر هي تبث من خلاله. هذا العقد يضم عدة بنود، واحد أو أكثر من واحد من البنود يتضمن عدم تعهد القناة بعدم بث أي مادة تحرض على العنف، تحرض على التمييز، تحرض على الكراهية،
كراهية وما إلى ذلك. فطبقا